اهلا بيكم يا شباب، فيديو جديد من دورة فلاتر. النهارده هنكمل بناء النوتس اب. طبعا احنا المره اللي فاتت كنا خلاص انتهينا من ان احنا بالفعل نعمل تريجر للكيوبيت بتاعنا. يعني مثلا لو عملت كده ريستارت للتطبيق، فالمفروض ان انا هلاقي في التيرمينال عندي بيقول ان هو بينشئ الكيوبيت، وكمان المفروض هيعمل تريجر للستيتس بتاعتي. حلو قوي. فكده خلاص بنجيب الداتا والدنيا سكسس وكل حاجه. كل اللي انا فاضل دلوقتي ان انا ابتدي واعمل ديسبلاي للداتا بتاعتي، اعرض الداتا عندي على الشاشه. فطبعا الموضوع ده بسيط جدا. ليه بسيط جدا؟ لان زي ما انت شايف الداتا عباره عن ليست فيو، فبالتالي انا مش هعمل حاجه غير ان انا اديها البيانات مره واحده، وهي هتشتغل مع الليسته بتاعتي وهتعمل ديسبلاي لكل الداتا. الموضوع بيخلص بسرعه جدا. لو عندك ليست فيو بتلاقي الموضوع خلص في ثانيه، لكن لو عندك كومبوننتس كده كتير متشعبه، دي اللي ممكن تاخد منك وقت شويه. لكن بالمنظر ده فاعتقد المنظر بسيط جدا. تمام. فانا كده ممكن اروح على النوتس ليست فيو، خلي بالك، وبعد كده احطها هنا جوه بلوك بيلدر. وخلي بالك بحب احط البلوك بيلدر هنا، ما بحبش احطه في المكان ده. ما بحبش اخلي في الكولوم هنا عندي بلوك بيلدر اصلا، ما بحبش شكله خالص هنا، بحسه بيبقى اخد مساحه كده من الكود على الفاضي. فدايما بعمل له ريفاكتور واحطه في مكان لوحده. فهاجي هنا مثلا واحط البلوك بيلدر بتاعي. تمام. وطبعا البلوك بيلدر هيشتغل على النودز كيوبيت، وهيشتغل على النودز ستيت. طبعا تعالى نعمل امبورت للبلوك بيلدر. تمام قوي كده. ودلوقتي تعالى اسالك سؤال. انا في الطبيعي لما كنت بحط البلوك بيلدر فده معناها ان الليسته دي هتعمل لها ريبيلد لما الستيتس تتغير. فانا دلوقتي ايه الستيتس اللي عندي؟ لو رحنا كده على النود كيوبيت هتلاقي ان انت عندك اتنين ستيت بس، سكسس وفيلير، لان انت ما عندكش لودنج اصلا. يعني البيانات دي ما بتجيلكش في المستقبل. ده جيتر عادي جدا خالص، بيرجع لك ايه؟ كوليكشن، وانت بتحولها الليست وبتبتدي وتستخدمها. فبالتالي انت ما عندكش لودنج اصلا، فانت مش مهتم هنا تحطها جوه اف كونديشن وتتشيك هل كانت لودنج ولا لا. لكن خلي بالك انت عندك حاجتين تانيين. انت عندك سكسس في المكان ده اهي، وعندك كمان فيلير. تمام. فانت على الاغلب محتاج تعمل تشيك تتاكد ان هي مفيش فيلير اصلا. بس هنا اسالك سؤال. هو احنا هنا استخدمنا ليه تراي وكاتش؟ ودي نقطه انا حابب اتكلم عنها دلوقتي. انا دلوقتي حطيت الكود ده بتاعي جوه تراي وكاتش. ليه بقى؟ تعود مش اكتر. يعني انا المره اللي فاتت حطيته لك جوه تراي وكاتش لان احنا متعودين ان لما بنيجي نحط في كيوبيت عندنا ميثود، بننفذ الميثود جوه تراي. الميثود رامت اكسبشن، بعمل كاتش للاكسبشن وعلى اساسه بعمل ايميت لستيت فيلير. غير كده بعمل ايميت لستيت سكسس. الموضوع واضح وصريح. لكن خليني اسالك سؤال هنا. هو هل هيحصل فيلير في المكان ده او هل هيحصل اكسبشن؟ لان خلي بالك انت عندك السطرين دول اصلا هما سطرين عاديين جدا، كانك انشات مثلا متغير وبعد كده اديت قيمه للمتغير. هل انت كل مره بتنشئ فيها متغير وبتدي له قيمه بتحطه جوه تراي وكاتش؟ لا خالص، انت مش بتعمل كده الا في حالات معينه، لما تكون عارف ان الحاجه دي مثلا ممكن ترمي لك اكسبشن. لكن لو بصينا هنا مثلا، احنا هنا بنعمل اوبن لبوكس عادي جدا، فبالتالي دي عمرها ما هترمي اكسبشن على الاقل ما دام احنا كاتبين الكود صح. يعني عمرها ما هترمي اكسبشن بعد مرحله الديباجنج. ممكن انت ولسه بتكتب الكود تنسى تحط مثلا النوت موديل هنا، فبالتالي هنا يرمي لك اكسبشن. مش حاجات زي كده ممكن تحصل بالفعل، لكن طول ما اللاين مكتوب صح هو مش هيرمي اكسبشن في المكان ده. وبعد كده عندك اللاين ده، واللاين ده خلي بالك ما هو الا جيتر. يعني جيتر بيجيب لك البيانات. هل احنا لما كنا بننشئ جيتر عشان ناكسس بيانات جوه كلاس بنحطه الجيتر، او يعني اللاين اللي بنأكسس فيه الجيتر جوه تراي وكاتش؟ لا طبعا ما كناش بنعمل كده، كنا بنكتب اللاين عادي. فبالتالي مش عشان دي ميثود بنفتش فيها كل النوتس فبالتالي مجبرين ان احنا نحط تراي وكاتش. انا شايف ان هنا ممكن بالفعل ما نستخدمش تراي وكاتش اصلا، لان احنا مش محتاجين الاتنين لاين دول. ابسط ما يمكن لاين بفتح بيه البوكس ومش فيوتشر ولا اي حاجه عشان ممكن تحصل مشكله. ونفس الكلام اللاين اللي تحتيه هو جيتر عادي جدا باكسس منه البيانات. فبالتالي مش محتاج احطه جوه تراي وكاتش. وخلي بالك التراي وكاتش دي مكلفه شويه، هي عمليه مكلفه. فبالتالي ما ينفعش تستخدمها غير لو انت محتاجها فعلا. يعني لو انت ما استخدمتهاش فده افضل طبعا للكود، لكن لو انت محتاج تستخدمها يفضل تستخدمها. فدي نقطه مهمه، عشان كده انا حابب اتكلم عن التراي وكاتش. يبقى التراي وكاتش دي انا فعلا ممكن امسحها خالص لان انا فعلا مش محتاجها. فطبعا بما ان انا شلت التراي وكاتش انا كده ما عنديش فيلير ستيت اصلا. يعني انا ممكن اروح على النوت ستيت كده وامسح كمان الفيلير ستيت بس. فزي ما انت شايف ده كده الموضوع بكل بساطه هنا. وخلي بالك احنا كده مسحنا الفيلير لكن معانا الايميت نوت سكسس. فكده بالفعل ممكن اروح بقى على النوتس ليست فيو بتاعتي اهي، واجي هنا بقى خلاص انا ما عنديش غير ستيت واحده، فبالتالي
كل اللي انا محتاج اعمله ان انا مثلا عند الايتم كاونت مثلا اقول له خلي بالك state is كانت مثلا notes success. في الحاله دي هات لي ايه؟ هات لي الستيت دوت نوتس. غير كده بقى خليه بزيرو. تمام قوي. طبعا ما تنساش ان انت هنا عايز اللينس بتاعك بس كده. فطبعا في حاله الانيشال المفروض ان الليست بتاعتنا تبقى بزيرو. تعالى كده نعمل ريستارت كده نشوف اللي هيحصل. انا عايز اشوف البيانات اللي هتتعرض ايه، لان هو المفروض يعرض لنا النوتس، عدد النوتس مظبوط زي ما انت شايف. هو بالفعل عارض عدد النوتس زي ما انت شايف، يعني عندنا 1 2 3 4 ده عدد النوتس بالفعل. لان خلي بالك بص، لو شلت دي مثلا وحطيت 10 فهو المفروض هيبقى اكتر من كده. يعني بص كده المفروض هتلاقي دلوقتي 10 اكتر من كده. لكن طبعا اللاين ده بيتنفذ بالفعل وبيجيب البيانات على طول، مفيش فيوتشر ولا اي حاجه، فعشان كده انت مش بتحس بالموضوع. لو عملنا كده ريستارت تاني هتلاقي الموضوع بيحصل بسرعه، هو بيجيب البيانات على طول، مفيش وقت ولا لودنج ولا اي حاجه. ومفيش اي مشكله في الكلام ده لان اللاين هو لاين عادي جدا مش فيوتشر اصلا. بس فزي ما انت شايف احنا كده بنعمل فيتش للبيانات اهو، موضوع بسيط جدا. بس فده كده كل اللي احنا محتاجين نعمله. بس خلي بالك انا مش حابب ان انا استخدم اللاين ده في المكان ده اصلا، يعني انا مش حابب الاسلوب ده اساسا. انا مش حابب ان انا اتشيك على الستيت عشان اجيب منها البيانات. وده ليه بقى؟ لان انا ما عنديش غير ستيت واحده اساسا، طبعا باستثناء الانيشال، لان الانيشال دي الحاله الاولى بمجرد ما يتعمل تريجر للكيوبيت فالبيانات هتجيلي على طول، فممكن استخدمها على طول. فانا مش حابب ان انا اقعد اتشيك هنا على الستيت هي كانت سكسس ولا لا، لان انا مش هيجيلي حاجه تانية غير السكسس اصلا. فبالتالي يفضل في حاله زي دي ان انا بالفعل اعمل المتغير هنا. اقول مثلا عندي فلنفترض list of ايه of node model اهي كده بالمنظر ده node model، واسميها نوتس مثلا. تمام. وبعد كده اديها الفاليو عادي جدا في المكان ده، يعني هقول عندي النوتس هي النوتس دي على طول. فانا كده بالفعل مش محتاج ان انا ابعتها للسكسس اصلا، يعني انا اساسا مش محتاج السكسس ستيت اصلا. يعني انا ممكن امسح كمان السكسس ستيت كده، كل اللي انا محتاج اعمله ان انا افتش البيانات وخلاص. طب تعالى نمسح السكسس ستيت ما دام مش محتاجينها، تعالى نمسح. الموضوع بسيط جدا. هل معنى كده ان احنا مش محتاجين الكيوبيت؟ لا طبعا محتاجين الكيوبيت، لان الكيوبيت هيمانج برضو الستيت بتاعت الليست. لان خلي بالك هنيجي قدام وهنضيف حاجه للليست بتاعتنا، فبالتالي لازم نعمل ريفريش للليست عشان تعرض البيانات الجديده. دي نقطه. ونقطه تانية كمان عندك مهمه، ان كده كده الكيوبيت الهدف منه غير ان هو بيمانج الستيت، ان انت بتحط اللوجيك بتاعك في مكان مختلف، فبالتالي بتعمل سيبريت كده ما بين اليو اي واللوجيك. تمام حلو قوي كده. ممكن نروح بالفعل على الستيت كده ونمسح السكسس كمان، وتعالى نمسح اللودنج ونسيبها بالمنظر ده لحد لما نشوف قدام هل ممكن نضيف لها ستيتس جديده على حسب احنا عايزين نعمل ايه ولا لا. تمام. وممكن بقى نروح على المكان ده كده وخلاص. انا مش محتاج اعمل كل الرغي ده على طول، انا ممكن اجي جوه البيلدر بقى كده على طول وانا ببني الليسته بتاعتي. اعمل هنا نوتس ليست واقول بتساوي، وطبعا يفضل ما نخليهاش فار، يعني حابب ان انا اخليها ليست اوف نوت موديل، بتبقى افضل في القرايه خصوصا لو بتاكسس حاجه عن طريق حاجات زي كده بلوك بروفايدر دوت اوف كونتكست مش عارف ايه. يفضل في الحاله دي تخلي نوع المتغير واضح عشان يسهل عليك في القرايه لما تيجي للكود ده قدام. هقول هنا بلوك بروفايدر دوت اوف كونتكست. تمام. تعالى طبعا هنا نحدد النوتس كيوبيت بتاعنا، نوتس كيوبيت، واقول ان انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب النوتس بتاعتي. وطبعا تعالى ناكد ان هي ايه؟ ان هي مش بنال، وهي اكيد مش بنال. وممكن لو انت حابب تتاكد فعلا تعمل الحركه دي كده، تقول ان هي لو كانت بنال حط لي لسته فاضيه خالص. لان نفترض لاي سبب من الاسباب انت نسيت وما عملتش تريجر للكيوبيت، فهتلاقي ان النوتس بالفعل بنال، ففي الحاله دي حط لي لسته فاضيه خلاص، هيتعرض بيانات فاضيه هنا. تعالى بعد كده في الايتم كاونت احط ايه؟ احط النوتس بتاعتي واقول له ايه؟ واقول له دوت اللينس وبس كده. ونفس الكلام هاجي هنا في المكان ده. طبعا زي ما انت شايف هو بالفعل ما عملش تريجر للكيوبيت اصلا، يعني هو كده تقريبا في الحاله الانيشال، فبالتالي النوتس بتاعتي فاضيه. لان خلي بالك النوتس بالفعل حاليا بنال. ليه بنال؟ لان انا لسه ما عملتش رن الكود، فبالتالي المتغير ده ما تمش انشاؤه اصلا. فعشان كده لو انا جيت هنا مثلا بقى وحطيت null check operator، ايه اللي يحصل بقى معايا؟ هيرمي لي اكسبشن على طول يقول لي null check operator used on a null value. طبعا الاكسبشن ده فيه شباب كتيره جدا بتقابله وبتجيلي اسئله كتيره جدا بسببه. فتعالى اوضح لك ايه اللي حصل. هو الموضوع بسيط جدا يا شباب. انت دلوقتي عندك قيمه بنل، تمام، بتاكسس القيمه، ما عندوش مشكله في كده. واحد عنده قيمه ونل بتاكسسها. هو عنده مشكله بقى ان انت اكدت له قلت له خلي بالك
القيمه دي مش بنال، لان غالي بالك في بعض الاوقات وانت بتكتب كود انت ممكن تكون متاكد ان القيمه مش بنال، لكن هو مش عارف كده، هو مش مدرك للموضوع ده. فبالتالي بنستخدم علامه الاستفهام دي عشان تقول له خلي بالك على ضمانتي انا الحاجه دي اكيد مش بنال. فهو طبعا لما يلاقيها بنال يقول لك لا انا كده عندي مشكله، انت كده استخدمت لي نال تشيك اوبريتور عشان تقول لي ان القيمه دي مش بنال وهي بنال، فبالتالي لا لازم ارمي لك اكسبشن واقول لك ان في مشكله. فزي ما انت شايف الاكسبشن بسيط، معنى كده ان انت عندك قيمه بنال عملت عليها تشيك اوبريتور، فهدور على القيمه اللي انا حطيت جنبها تشيك اوبريتور هي النوتس، هتروح هتلاقي النوتس بالفعل ممكن تاخد قيمه بنال، واحنا لسه ما عملناش ران للتطبيق من الاول، فحاليا بالفعل قيمتها بنال. لكن طبعا لو انت حطيت علامتين للاستفهام كده وقلت له لو كانت بنال خد لي الليسته الفاضيه اللي هي لسته فاضيه كده، هيشتغل عادي جدا ما معهوش مشكله خالص في حاجه زي كده. عشان كده قلت لك بدل ما نستخدم النال تشيك اوبريتور خلينا نحط المنظر ده احتياطي، مع ان المفروض ان 100% هيتعمل تريجر كده كده للكيوبت قبل ما الويدجت دي تتبنى، فبالتالي دايما هيكون عندنا بيانات بالفعل، لان الانت ستيت في النودز فيو بادي كده تعالى نروح عليها، لان الانت ستيت دي يا شباب بتتنادى قبل ما الويدجت يتعمل لها بناء، قبل ما تتبنى الويدجت اساسا، فبالتالي انت ضامن 100% ان اللاين ده اتنادى قبل ما قبل ما الويدجت دي تتبنى، فبالتالي انت متاكد 100% ان البيانات اللي عندك هنا مش هتكون بنال. عشان كده في الحاله دي لو استخدمت هنا النال تشيك اوبريتور فانت كده في السليم. طبعا بمجرد ما تعمل ريستارت للتطبيق انت كده في السليم. ليه في السليم؟ لان هي اكيد مش هتكون بنال، بس انا طبعا بقول لك حط علامه استفهام وحط لسته فاضيه عشان تتعود على الموضوع ده، لان فعلا في بعض الاوقات بنبقى مش متاكدين هل هي هتكون بنال ولا لا، فانسب حل ان انت تحط علامتين استفهام كده وتديله قيمه ديفولت في حاله ان هي كانت بنال، زي مثلا لسته فاضيه هنا هتحل المشكله عادي جدا ومش هيتعرض بيانات، او مثلا ايا تكن القيمه وقتها اللي ممكن تنفع معاك. بس هنا الاصح ان احنا نحط نال تشيك اوبريتور لان هي اكيد مش هتكون بنال، فبالتالي مش محتاج ان انا احط علامه استفهام واقول له لو ما كانتش بنال حط لي الحاجه دي. وزي ما انت شايف مهما عملت ريستارت هيشتغل، وده لان الانت ستيت لازم تتنادى قبل ما الويدجت تتبنى، ده لازم، ده شرط من شروط الانت ستيت ان هي بتتنادى قبل ما الويدجت تتبنى. عشان كده لو انت عايز تعمل اي حاجه قبل ما الويدجت تتبنى بتعملها في الانت ستيت وبتتنادى مره واحده مش اكتر من كده، الانت ستيت مش هتتنادى تاني خلاص، هو كده اتعمل تريجر للكيوبت، لازم الفيو دي كلها تتدمر وتتنادى من الاول عشان يتعمل تريجر تاني، او على الاقل الفيو بادي، الفيو بادي هو اللي لازم يتدمر، لان الفيو بادي هو اللي هو الستيتفول ويدجت معايا. ماشي حلو قوي، احنا كده خلاص يعني كده بدأنا نعرض بالفعل النوتس، فاضل ان احنا نحط فيها الداتا بس مش اكتر، فدي هخليها الفيديو الجاي لان انا اتكلمت النهارده كتير طبعا في حاجات بسيطه، لكن عشان تبقى واضحه تمام. تعالى كده نعمل كومنت للحاجات دي، انا مش لاقي كومنت ثابت لان احنا يعتبر ما عملناش ديسبلاي لكل الداتا، فممكن نقوله مثلا display notes part 1 وبعد كده نعمل display لنوتس part 2. ماشي، بس بكده يكون الفيديو انتهى، اتمنى تكون استفدت من الفيديو واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامه.